السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله. امبارح اتعملت قرعة دوري أبطال أوروبا، ما تيجي أنا وأنت كده نبص على المجموعات ونشوف الدنيا فيها إيه. المجموعة الأولى اللي فيها بايرن ومانشستر يونايتد وكوبنهاجن وجالاتا سراي. والله من رأيي هي مجموعة مش وحشة لبايرن، متوسطة نسبيا لمانشستر يونايتد، ولو إني والله خايف على مانشستر يونايتد من بايرن ميونخ وجالاتا سراي. جالاتا سراي تعملها في مانشستر يونايتد ولا حاجة، ولكن الطبيعي والعادي في المجموعة دي إن يتأهل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد. نروح للمجموعه اللي بعدها وهي المجموعه بي اللي فيها اشبيليا وارسنال وايندهوفن ولونز. نفس الكلام اللي قلناه في المجموعه اللي قبلها، مجموعه سهله وبسيطه بالنسبه لارسنال واشبيليا، والطبيعي والمنطقي ان ارسنال واشبيليا هم اللي يصعدون المجموعه دي. نروح بقى للمجموعه سي فيها نابولي وريال مدريد وسبورتنج براغا ويونيون برلين. مجموعه بالنسبه لريال مدريد يعني خلاص انت عندك ماتشين مضمونين، وعندك ماتش نابولي، ولكن ولا تقول لي بقى نابولي يا سلام، ولا زينيسكي يا سلام، ولا انجويسا يتقدم، ولا انجويسا يا سلام، احنا عندنا بيلينجهام، فما يهمناش حاجه. انتوا كلكم بتلعبوا في الاخر وبتيجوا تقابلونا في النهائي، فالموضوع بالنسبه لنا مش فارق. هي السنه اللي فاتت اللي جت معاكم كده بس عشان مانشستر سيتي، ولكن السنه دي ان شاء الله مش هنسيبها. نروح للمجموعه دي واللي فيها بنفيكا وانتر ميلان وريد بول سالزبورج وريال سوسيداد، واللي بشوف ان بسهوله كبيره جدا هيتصدرها انتر، وهيكون فيها صراع بين بنفيكا وريال سوسيداد على المركز الثاني. نروح للمجموعه اي اللي فيها فاينورد واتليتيكو مدريد ولاتسيو وسيلتيك، اللي بشوف برضو ان اتليتيكو مدريد هيتصدرها بكل سهوله، وهيكون في صراع على المركز الثاني بين باقي المجموعه، ولو اني شايف الكفه مايله شويه للاتسيو. نروح لمجموعه الموت وهي المجموعه اف، وهي مجموعه اف فعلا يعني بصراحه. هي فيها باريس وبروسيا وميلان ونيوكاسل. بغض النظر عن ان مشاركه نيوكاسل دي جايه بعد فتره طويله جدا، الا اني شايف ان ممكن نيوكاسل يعمل مفاجاه كبيره جدا في المجموعه دي، لكن الطبيعي واللي التاريخ بيقوله ان باريس وميلان يتاهلوا، ولكن لا تامن مكر نيوكاسل بالذات في ملعبه ووسط جمهوره. نروح لمجموعه السيتي وهي المجموعه جي اللي فيها السيتي ولايبزيج نجم الاحمر الصربي ويانج بويز. بغض النظر عن لايبزيج، انت تحس ان المجموعه دي هربانه مثلا من دوري مؤتمر. دوري مؤتمر ايه يا عم؟ ده احتمال تكون هربانه من الكونفدراليه الافريقيه. انت واخد بالك ان مانشستر يونايتد معاه بايرن، ومانشستر سيتي مع النجم الاحمر الصربي. يلا بقى الله يصلح حال الجميع. نروح لاخر مجموعه وهي مجموعه غريمي برشلونه، والمجموعه اللي طالعه من عيني اصلا، واللي فيها برشلونه وبورتو وشختار دونستيك وانتويرب البلجيكي. يا جماعه معلش بدون زعل وبدون كلام، المجموعه دي اصلا كانت بتاعت ريال مدريد. ليه؟ لان انا وشختار بينا وبين بعض حكايات وروايات على طول، شختار وكلوب بروج والحاجات دي كلها بتاعتي. لكن اللي بيحصل مع برشلونه ده باشا شغل كرات سخنه وساقعه، معروفه يعني معروفه، مش عايزين نتكلم. برضه مش معقول انا العب مع نابولي وهم يلعبوا مع انترلوب البلجيكي، مش معقول. كده نكون خلصنا المجموعات الى حد ما، في منها اللي متوازنه وفي منها الضعيفه خالص، والمجموعه الوحيده الحديديه والناريه هي مجموعه باريس وبروسيا وميلان ونيوكاسل واتكلمنا عليها. وبرضه في الاخر هقول لك كلكم هتلعبوا مجاميع ناريه، مجاميع سهله، كور سخنه وساقعه، مدريد اللي هياخدها في الاخر. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما ننساش لايك وفولو على الصفحه على الفيسبوك، ولو بتتابعوني على اليوتيوب ما ننساش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو. سلام.